السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف السادس، أهلا وسهلا بكم أبطال في فيديو جديد. هنحل النهاردة تدريبات درس عليك بالعلم من صفحة 270 ل 276. سلاح التلميذ لغة عربية الصف السادس. ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد يا أبطال من حل التدريبات والواجبات. يلا بينا. أول حاجة، اختر المعنى المناسب للكلمة الملونة. عليك بالصدق، عليك معناها إلزم الصدق. أيام التعب بتمضي ويبقى النجاح تمضي بمعنى تذهب. ينتشر صيت العلماء في العالم. صيت يعني شهرة. بنيت القرية في السهل الفسيح. السهل يعني المنبسط الفسيح، الأرض المنبسطة يعني. أبي في شغل دائما. شغل يعني انشغال. استنتج الجذر اللغوي ثم أكمل الجمل. الكلمة هنا هتقوله عائلة الكلمة العلم. طيب هنا هتقوله يا بطل هنا هتقوله علمة، الجذر منها علمة. هتقوله في العلم متعة كبيرة. انت ممكن تجيب من العلم العلم من علم العلم والمعلم ومعلومات وعلوم ويعلم. هتقوله في العلم متعة. يعطي المعلم. حصلت على معلومات كثيرة. درست حالات المادة في حصة العلوم. خلاص، يبقى انت حطيت العلم والمعلم والمعلومات والعلوم. يلا يا ابطال، أكمل الجمل الآتية بكلمات من النص حسب المطلوب بين القوسين. معنى خاسرا يعني خائب الأمل. مضاد البطالة. البطالة عكسها العمل. مفرد السهول السهل. جمع المال الأموال. كلمة جذرها شغلة هتقوله مشغول. صفحة 270 271 يا أبطال. هات خريطة الكلمتين تمضي وشغل. انت عندك تمضي الجذر مضية والمعنى تذهب، والمضاد تبقى. تمضي الأيام سريعا مع العمل. مرادف شهرة. الشهرة اللي هو الصيت. بتقرأ الفقرة كويس جدا. الجهل عكس العلم. مفرد السهول السهل. اختر الإجابة الصحيحة. مرادف يفيدها ينفعها تستفيد بها، عكسها تتضرر منها. جمع شغل أشغال. مفرد جذر الابتكار بكرة. دي صفحة 271 يا أبطال. صفحة 272. يدعو الشاعر في الأبيات للتمسك بالعلم. بيحذر الشاعر طلاب العلم من الكسل. كم من غني تعبير بيدل على الكثرة. قيمة العلم الحقيقية في العمل به. يوضح الشاعر في البيت الأخير أنه منشغل بالعلم. صح وخطأ أهي يا شباب. صل كل جملة بمعناها المناسب. عليك بالعلم فاطلبه بلا كسل، يعني إلزم طريق العلم ولا تتهاون في تحصيله. واعمل فإن حياة العلم بالعمل. يوجد في الحياة أغنياء كثيرون، يعني قيمة علمك الحقيقية في عملك به وتطبيقك له. كم من غني جميع الناس تجهله، يعني في أغنياء كتير بس الناس مش عارفاها. وعالم صيته في السهل والجبل، يعني هنا هتقول العلم بيرفع ذكر صاحبه في كل مكان. دي ترتيب الأفكار الفرعية حسب ورودها في الفقرة يا شباب اهي. ما الفكرة الرئيسية للأبيات؟ هتقول له الانشغال بطلب العلم والعمل به. الانشغال بطلب العلم والعمل به. صح وخطأ عند الصفة المناسبة لطلب العلم. انت عندك الاجتهاد في الدراسة، العمل بالعلم، المواظبة على طلب العلم، السعي لحل مشكلات الناس.
الكلمات المشتركة بين النصين الكسل والعمل والأمل. استخرج من النص الكلمتين لهما نفس النهاية. انت عندك العمل والأمل. دي صفحة 273. 274 يا شباب. تذهب معناها تمضي. فائز عكسها خائب. مفرد السهول السهل. يدعو الشاعر لطلب العلم. تتحقق فائدة العلم بالعمل به. عليك بالعلم ده أسلوب أمر، وده بيفيد الحث على طلب العلم بلا تكاسل. ما نتيجة العلم إذا لم يعمل به صاحبه؟ يصبح هذا العلم بلا فائدة، مجرد معلومات دون أثر في حياة الإنسان والمجتمع. صيته يعني شهرته. الأمل عكس اليأس، جمع غني أغنياء. علم بلا عمل لا قيمة له. بات في الأموال منشغلا، ده تعبير بيدل على شدة الحرص على جمع المال. عبر عن معنى البيت الأول بأسلوبك. هتقول له إن العلم الذي لا يطبقه صاحبه ولا يعمل به يكون بلا فائدة، لا ينفع صاحبه ولا الآخرين. دي صفحة 274 يا بطل. يلا بينا على صفحة 275. 275. الزموا يعني عليكم بي. الجهل عكس العلم، جمع العلم العلوم. مفرد آمال أمل. يلا يا بطل. الزموا يعني عليكم بي. الجهل عكس العلم، مفرد العلوم. جمع العلم العلوم. مفرد آمال أمل. ماذا يطلب الشاعر من شباب العلم في البيت الثالث؟ أن يجتهدوا في طلب العلم والمجد حتى يؤمنوا من مكائد الأعداء. صيت اللي هو الشهرة. العلم معكسها الجهل، جمع المال الأموال. قسم الشاعر الناس في البيت الثالث إلى نوعين، فما هما وما صفات كل منهما؟ هتقول له الأول والثاني. الأول صاحب أدب وعلم، وده بيتصف بالعلم والأخلاق الحسنة. الحسنة. أما الثاني فصاحب جهل، وده بيتصف بالجهل وسوء الأخلاق والعنف والضعف. تمام يا أبطال. دي صفحة 275. 276. تمضي عكسها هنا معناها تذهب. جمع حياة حيوات، تعبير مجازي. العلم يبني أمة. كلمتين بينهم تضاد، العلم والجهل. ماذا يفعل الجهل بالأمم؟ كما فهمت من البيت الأول. هتقول له الجهل بيهدم الأمم وبيكون سبب في تأخرها. كيف تصل الأمم للعلا في ضوء فهمك للبيت الثاني؟ هتقول له بالسعي والاجتهاد وطلب العلم. بالسعي والاجتهاد وطلب العلم. يحب الشاعر السلام ويكره الحروب. اكتب ما يعبر عن هذا المعنى من الأبيات. هتقول له والسلم يزرع بسمة والحرب تزبل وردها. كده احنا وصلنا نهاية الفيديو يا شباب. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. ربنا ينجحكم جميعا يا ربي. بالتوفيق والنجاح يا أبطال. مع السلامة حبايبي.